بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم عرفة من الأيام العشر الفاضلة، أفضل أيام الدنيا، وهو أفضلها بعد يوم النحر، بل فضله بعض العلماء عليه، وقال بعضهم إنه يوم الحج الأكبر، والصحيح أن يوم النحر أفضلها، وأنه هو يوم الحج الأكبر. وفي الحديث إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. فيوم عرفة هو اليوم التاسع من أيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا، فهو اليوم قبل الأخير منها، فزمانه فاضل، والعمر يولي، والأنفاس معدودة، والأعمار محدودة، والمؤمن يبادر إلى اغتنام ساعاتها ويسارع إلى مرضاة ربه فيها. يوم عرفة هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين. قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يوم عرفة أكمل الله تعالى الدين فيه. في حجة الوداع قال جمهور المفسرين: أكمله بإظهاره على الدين كله، فلم يحج معهم في هذا العام مشرك، وباستيعاب معظم الفرائض والحدود والحلال والحرام، فقد نزلت بعد هذه الآية عدة أحكام كآية الربا وآية الكلالة وغيرهما. يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله تعالى، عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، يتفضل فيه الرب على العباد، فتجاب فيه الدعوات، وتقال العثرات، وتغفر فيه الزلات، وترفع أكف الضراعة إلى الله تعالى خاشعات راجيات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات. من فضل يوم عرفة أن الله تعالى أقسم به، وهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، فقال تعالى: وشاهد ومشهود. فيوم عرفة هو اليوم المشهود، لأن الناس يشهدونه، أي يحضرونه ويجتمعون فيه. وجاء تفسيره في حديث مرفوع: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وقوف الحجاج بعرفة يذكر باجتماع الناس يوم القيامة، ولباس الإحرام الأبيض يذكر بالموت والكفن. وقد قال تعالى عن يوم القيامة: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. من فضل يوم عرفة أنه الوتر الذي أقسم الله به، فقال: والشفع والوتر. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الشفع يوم النحر لكونه العاشر، والوتر يوم عرفة لكونه التاسع. صح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: يا أم المؤمنين، وأي يوم هو؟ قالت: يوم عرفة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصف الله نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة.